توضح لنا المساله هذه ديال رفض عادل تاع رابط المنتخب الوطني او باش يجاوب على الاتصالات ديال الزكي وبعض المسؤولين، والتكذيب ديالك انت شخصيا بانه هذا الشيء ما كاينش، خصوصا انك حتى انت تقحمتي او لا دخلتي في هذه المساله لانه قالوا اتصلوا بك وما جاوبتيش حتى انت سي محمد. انا دابا نقول لك دابا بعدا اولا اللي ما كاينش رفض مع عادل تعرض باش يجي المنتخب. اول حاجه هي هذه. ثاني حاجه عادل فعلا عيط عليه زكي وعيط عليه حتى مصطفى حجي، ولكن ما واجبش ان كان كينيغوسي الكونترا ديالو مع الميلان. انا حاليا في لانا دابا وهو تماك المساعد ديالو، وكنت انا تماك وكنا من 8 الصباح حتى 12 الليل حنا كنيغوسيو هذا الكونترا باش عادل يجبد الكونترا ديالو يسيني 4 سنين ان شاء الله في كلاسي. كلاسي دونك ما كاينش رفض من عادل تعرض بعد المنتخب. وعادل لو كان باغي يرفض المنتخب، لو كان كيما واجبش الزكي، لو كان ما واجبش بن عبيشه. دونك عادل تعرض في الماتش المقبل واجب بن عبيشه، دونك هضر معاه ومشى للمنتخب، واخا ما كانش بعض اللاعبين مشى وكان هو الكابتن ديال اخر مباراه ديال المنتخب. دونك دابا واش الزكي اللي ما كانش على سبه، اللي ما كانش على سبه يلقى غير ديفول عادل تعرض باش يدير. علاش حنا ما نديروش حاجه اداريه؟ علاش بالضروره المدرب خصو حتى يتصل باللاعب باش يستدعيه؟ علاش ما يصيفطش استدعاء للميلان غتخبر عادل بلي عنده استدعاء مع المنتخب ديالو نهار الفلاني وعاد غادي يكون موجود؟ دونك واش ما كانش صراع نبدلو الزكي؟ فهمتي؟ دونك وثاني حاجه دونك انا ما واجبش الزكي وما واجبش مصطفى حجي، ان انا ماشي لاعب، انا خاين اللاعب. فهمتي؟ دونك ما يمكنليش انا نواجد في بلاصه الاخ ديالي. فهمتيني؟ واخا سي محمد قالوا بانه اتصلوا بك حتى انت ما جاوبتيش على المكالمات ديالهم. لا شوف انا بعد اولا اتصل بيا الزكي وما اتصلش بيا مصطفى حجي. اللي اتصل بيا انا اتصل بيا منير حسوني، اذا كتسمع منير حسوني هو المساعد حاليا ديال مروان الشماح، المناجر المساعد ديال كان المناجر ديال عادل. كان صافي ما بقاش خدام مع عادل. واش كل شيء هذا الشيء اللي حنا كنعرفوا باللي منير حسوني كمناجر قريب للزكي بزاف، واش ما كانش شي حاجه تما؟ فهمتيني؟ دونك حنا ما كانش ممكن لا من الناحيه ديالي ومن الناحيه ديال عادل. دونك عادل كان باغي يمشي، كان باغي نعرف باللي كاين كاس افريقيا ان شاء الله في 2015 وكاين في المغرب. منير حسوني فاش اتصل بك سيدي محمد شنو قال لك بالضبط؟ اخويا منير حسوني دونك اتصل بيا هو كان باغي يعرف غير علاش ما باقيش عادل باغي يخدم معاه، وهضر معايا على ليكيب ناسيونال، قال لي غادي يعيط عليه القجاع، غادي يعيط عليه الزكي وخصو يواجد. ان انا ما عندهمش نظره مزيانه على تثبت عادل، وما نعرفش علاش ما عندهمش نظره على تثبت عادل. وحنا بيناتنا التليفون اللي بيني وبين منير حسوني كان في اطار ديال الخدمه ما بين عادل ومنير، لا علاقه مع المنتخب. دونك وانا الزكي ومصطفى حجي كصديق، انك قبل ما يكون دابا مساعد ديال الزكي كان هو الصديق ديالنا شي 3 سنين ولا 4 سنين دابا. دونك لو كان اتصلوا بيا، لو كان فكينا المشكل، لو كان ما دخلش في هذا المشكل هذه. دونك دابا كانوا انا كنظن كي وقع المشكل بدو الزكي كان كيعيط لي هذا الشيء باش في نظرك شنو السبب اللي غيخلي اسمح لي، في نظرك شنو السبب اللي غيخلي بدو الزكي كما كنقولوا حنا يلقى السبه العادل تاع رابط؟ شنو الحاجه اللي غتخليه ما يبغيش يعيط ليه المنتخب؟ واش عارف حنا عادل نضرب زعما نيشان عادل عنده سوابق مع المنتخب. وقت الزكي يقول لك هو عنده الكاركتير ديالو وانا عندي الكاركتير ديالو. انا عارف الكاركتير ديال الزكي والكاركتير ديال عادل جوج بهم كاركتير واعرين وما يقدوش يتفاهموا. ولكن دابا الحاجه عاود اللي خلات الزكي بعدا يدير عادل طلب بريسيليكسيون ديالو، اذا ما عندوش الاختيار الا لاعب تيتولار في الميلان اسي ما يمكنلوش ما يكونش في المنتخب ديالو. داروا في لا كونفوكاسيون ديالو. وثاني حاجه دونك باش هو ما كانش ما يديروش من الاول بيني وبينك. نحن عرفنا شنو قال الزكي ملي وقع المشكل ديال عادل مع الجزائر. احنا عرفنا هو شنو قال. ولكن
ما يعرفش على عادل، دونك بزاف ديال المغاربه ما فهموش الاختيار ديالو، ودابا لقاو السد على هذا التليفون ما التليفون دونك. واخا سي محمد عندي واحد السؤال ماشي عندي، ولكن عند دابا كلشي كيسول، ماشي كيسول، ولكن نقطه استفهام صغيره، علاش تعرفت اولا عادل ما جاوبش على التليفون ديال الزكي؟ واش هو ما بغاش يجاوب ولا فعلا كان مشغول ما كانش كيجاوب على جميع الاتصالات، وكان من بينهم اتصالات الزكي وبعض الاداري الجامعه؟ حاليا عادل ما كانش كيواجب على كل الاتصالات خصوص انا، دونك حتى انت ما كانش كيجاوبك؟ لا انا كان كيواجبني، انا داخل معاه في الاطار ضروري كيستشر معايا وكنستشروا بيناتنا، وانا حاليا كنت معاه في الميلون، دونك كنت تماك انا معاه سوق بلاص، ما كانش يحتاج يكون بيناتنا التليفون، كنت انا تماك. دونك كان مركز شويه على هاد لا نيغوسياسيون ديال الكونترا ديالو في الميلان، وحنا عارفين بلي عادل باغي يجلس في الميلان، وما كانش غير الميلان، كان عندنا لي ديسكسيون مع الانتر دو ميلان، مع ليفربول، مع مانشستر يونايتد، دونك هادشي خدانا بزاف ديال الوقت. دونك حنا شنو كنا درنا؟ قلت له، كان قال لي عادل عيط عليا غير يومين دابا، قال له محمد راه زكي ومصطفى حجي راه كيصونوا عليا، ولكن انا ما عنديش الوقت، وانا كاينين غادي نتصل بهم من بعد غير نكملوا هادشي ديال الميلان ان شاء الله، نتصل بهم وما كانش مشكل. علاش عادل تعرف؟ غادي نعطيك مثال علاش عادل تعرف. منين اتصل به مصطفى حجي والزاكي ما واجبش، ولكن منين مشى عايز بودربالة الميلان استقبلوا استقبال اكثر من الاخوه. والمغاربه اللي مشاو للميلان منهم الناس ديال راديو مارس، منهم بزاف منهم بعض المدربين، منهم بعض اللعابه، كلشي استقبلوا مع عادل. وعلاش ما غاديش يستقبل وغير في التليفون الزاكي ومصطفى حجي؟